هون في مدينة شينجن في الصين. Cash is quickly becoming a thing of the past. شوف، في جميع دول العالم بدك يكون عندك حساب بنكي، تحمل أوراق، بتروح على البنك، بتفتح حساب، وبعد 3 أيام عمل بتستلم البطاقة. في الصين وانت بالبيت بتنزل ابليكيشن مثل واتساب اسمه وي تشات، فجأة صار عندك حساب بنكي وانت صاحب البنك. عندهم شغلة اسمها وي تشات. شوف، الأوراق النقدية صارت واخترعوها الصينيين في القرن السابع، ومنها العالم أخذ الفكرة. كانت زمان الناس تتاجر بالبضائع، من سمك، من خضار، من... Well, if you want a shirt and I want food, awesome, we can trade. So we need to find a third good that we both want that we can trade for. وانتقلوا للذهب، ولكن الصينيين اجتهم هاي الفكرة. So the government started saying, how about we pay you pieces of paper that have the amount of coins we owe you written on them, and you can come pick up your coins at the capital whenever you want your money. لأنه الذهب ثقيل، إذا كل ما بدك تشتري بضائع بدك تستخدم ذهب، فاستبدلوها بالأوراق النقدية وطلعت هاي الفكرة. وهسه حاليا الصينيين أول ناس بدهم يلغوا فكرة الكاش، إنك تبطل تستخدم أبدا كاش. Going to a cashless society. البنوك. خلنا اشرح لكم الشغله بهي الطريقه. العميل هو اللي معاه البطاقه الكريدت كارد او الديبت كارد، وعشان تشتري من البائع لازم تستخدم البطاقه هاي. اعتقد مثلا انك انت دفعت $50 بدك تشتري من البائع، البنك هو الوسيط، البائع بوصله اقل من $50، بوصله $47. طب وين راح $3؟ بتروح عموله بنك، عموله البطاقه، بنك البائع، وجهاز الدفع. فاجى ابلكيشن اسمه وي تشات في الصين ولغى الفكرة هاي كاملة. WeChat is the biggest mobile app in China right now, and one of the biggest in the world. Country is becoming cashless. البنوك أمريكا كلها خايفة من الموضوع. لما رحت على مدينة شنجن ورحت على مدينة شانغهاي، كل إشي بالباركود شغال، تلمس تلفونين ببعض. The app for everything. هيك اسمه، هيك بسموه سوبر اب. ليش؟ When you pay for something, how do you pay for it? Mobile phone. Cash is definitely not king. هذا الابلكيشن وي تشات والعلي بي طبعا هاي عن طريق علي بابا، شركة علي بابا طلعوه. الوي تشات مثل الواتساب، ولكن تخيل انت بالواتساب تقدر تعمل كل عمليات شرائية، تشتري عصير، فواكه، حدا يجي يصلح لك البيت، تستخدم باركود. From the farmer's market, from clothes in the store, they're used to pay for bike rides and bus rides. هاي بسطة، اوكي؟ تبيع مانجا، تفاح، موز، البيع عن طريق الويتشات. تيجي ما بتحتاج كاش، تعمل هيك تن تشتري وبتتحرك، مش ضروري سوبر ماركت ومحل، لا، بسطة. غلطت برجع لك الباقي بالباركود نفسه من المبلغ اللي عنده، ما بتستنى 10 أيام أو 3 أيام من البنك حتى يسترد هاي المبلغ. نص الشعب الصيني ما عندهم حسابات بنكية، كيف بدفعوا؟ What do you think of people who use cash to pay for things? That's rare and weird, he says. Only the elderly and people who don't know how to use a phone pay cash. بتنزل ابلكيشن، انت عندك حساب بنكي، لا تحول كل إشي، الناس تحول لك، انت بتحول للناس، الرواتب توصل لك، كل إشي. You can give a homeless person money with your phone. You would never see that in the US. All you have to do is scan that code to transfer money. شنغهاي وصلت لمرحلة إنهم ما بيستخدموا الكاش أبداً. Can you show me your wallet? Nothing. So there's no cash in Shanghai. I mean, as long as you have a battery in your cell phone, you can pay everything with Alipay or WeChat Pay, so you don't need cash in No one Shanghai. uses cash here. Yeah. Like here, if you want to order, You have to... okay, you can just scan here. And it's on your cell phone, and you can order in your cell phone. Oh, so you just scan this? Yes. And then you order everything through the app and pay? Yeah, and they'll pay from here. Every place? Yeah, every place. This is a small store, it's like not very big. Yeah, everywhere you can pay with this. Everywhere, no one uses cash anymore. Yeah. You paid? Yeah. خسارة البنوك كاملة هاي، ولكن الصين عندها هدف ثاني من هذا الابلكيشن. مشكلتك انك انت مراقب. Alibaba and Tencent to collect so much information about you. من الحكومة، كل عمليات اللي بتعملها عن طريق الويتشات انت موصول بالحكومة، لانك انت لما تسجل بالابلكيشن بتعطي معلوماتك كاملة، بصير الابلكيشن معروف انت ايش بتدفع، ايش تشتري، ايش اندفع لك. They know what you buy, they know where you're buying it, they know how much you're spending. The government can know everything about you. بس الصينيين مش مهتمين بالبرايفسي، ولكن بامريكا ما راح تزبط هاي، ويمكن عندنا كمان ما تزبط. الحكومة بتراقب كل عملية الصينيين بيعملوها،
ب 2019 كمان صارت للسياح، اعلنوا انه اي واحد بيدخل على البلد بيقدر يستخدمها، يوصلها بالفيزا تبعته، بتقدر تستخدم الابليكيشن. اذا تفكر فيها هذا ممكن رح يصير قريبا. حاليا مع التلامس انه ما يصير في تلامس، كاش ممكن ينقل الفيروسات، فبالتالي قريبا ممكن نشوف هذا الحل، ما نستخدمش ابدا كاش. وهذا اللي قاعدين بيشتغلوا عليه العالم حاليا. بدي احكي لكم الشغله، اخر مره مسكت كاش في ايدها قبل 3 سنين. So the last time you hold cash 3 years ago. It was like 2 years maybe. You never hold a cash. I just didn't have to. You don't need, right? I don't need to. When I was living in Shanghai, I just QR code my way through. Everything with the WeChat. You pay everything, really everything. Pretty much, yeah. Even small shops like small water. shops, it's water, anything. كل شيء عن طريق الويتشات. WeChat سيطر على العالم. So you miss the cash. No, I hate cash. I hate it. It's annoying because then you can't just like transfer someone else money. I hate cash, but I like money. So لما شافت الكاش معي استغربت، اوه معاه كاش، غريبة. I was like, this guy lives in the... They live in the future, guys. Oh my god. اعطونا لايك واشتركوا بالقناة إذا عجبتكم هاي النوعية من الفيديوهات. احكوا لنا تحت بالكومنت إنه كثير بيهمني رأيكم. الورقة النقدية راح تصير عملة من الماضي.